أنا عبير الدسوقي، وأنا حضرت الدورة مع عمرو الحناوي واستفدت منها جدا. اتعلمت حاجات ما كنتش عرفتها قبل كده، حاجات جديدة حتى أنا هتديني خبرة، وعايزة يعني أكمل إن شاء الله بعد كده. والجروب جميل قوي قوي اللي حضرت معاه، وكمان الموظفين اللي بيشتغلوا في المكان 100 100. أنا اسمي نهى، أخدت دورة طاقة العلاج بالطاقة المتقبلة مع عمرو الحناوي، ودورة جميلة جدا. اتعلمت فيها ازاي بدائيات العلاج بالطاقة ازاي، وان احنا بنستخدم الطاقة الكونية والطاقة اللي ربنا خلقها فينا عشان نساعد بعض ونخفف ألم الناس اللي حوالينا. وحسيت من الدورة دي ان الانسان ده يعني معجزة ربانية، ربنا سبحانه وتعالى حط فيه اعجاز وسخر له الكون بشكل فعلا يعني رائع. فالحمد لله ان احنا ربنا فتح علينا على العلم الجميل ده على ايدين عمرو الحناوي، وبجد شكرا جدا جدا جدا. السلام عليكم، انا بسنت احمد. انا حضرت كورس الطاقه مع الطاقه الحيويه مع دكتور عمرو الحناوي. هو في بداية أول كورس حسيت إن أول يوم في الكورس حسيت إن إحنا مجانين اللي بيحصل ده، بس بعد كده إحساس بقى راحة نفسية، وإن أنا أقدر أتحكم في مشاعري وأحاسيسي وأحس عامة بالطاقة في الجو في إيدي وعلى جسمي وعلى جسم الناس. يعني إحساس حلو إن أنت بتتعلم حاجة هتريحك فيما بعد يعني. بس شكرا جدا لدكتور عمرو والجروب كامل. اسمي محمود أحمد زكي. طبعا أول ما شفت الإعلان عن علم البرانيتي حبيت إني أجي عشان أشوف طبيعة العلم نفسه وأشوف الممارسة نفسها عمليا، سواء لأشبع رغباتي الداخلية عن العلم نفسه، أو أشبع رغباتي الداخلية عن بعض الحاجات أو اللي حربطها بالعلم، أو أشوف الأمر نظري يعني وعملي، يعني أشوف على أرض الواقع. والحمد لله بالفعل شفت حالة جديدة جدا وعلم غريب يعني، وحاجة كانت طيبة بالأخص إن الناس ممكن يستنكروها ومحدش يعترف بيها. فشيء طيب إن الواحد ياخد حاجة يكون مميز فيها وهو يؤمن فيها، وتكون خاصة مش مخالفة لعقيدته اللي بيؤمن بيها بس. فأتمنى لأي واحد يسمع كلامي يجرب حتى يدخل على الأقل المستوى الأول في علم البرامج، يشوف حتى مش هيكلفه حالي كشاب أو كخريج أو كواحد شغال، يشوف بنفسه ويحكم بنفسه على علم البرامج بس. أنا اسمي إيمان جمال. أول مرة سمعت عن علم الطاقة الحيوية كان عن طريق النت والأشياء أخرى يعني. لما جربته ودخلت في البرنامج حاجات فوق الخيال. يعني أرجو من الناس تيجي تحضر البرنامج، وهتلاقي حاجات جميلة جدا تشعر فيها.